السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ انا آية ودي قناتي. النهارده جايبه لكم وصفه كلنا بنحبها، رقاق باللحمه المفرومه، مقرمش من بره وطري من جوه والطعم يجنن. يلا بينا نشوف الطريقه. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. في طاسه احط معلقه سمنه، اهم حاجه تكون طاسه سخنه جدا علشان اللحمه ما تصفيش ميتها. هقلب فيها كويس لغايه اما اللون الاحمر بتاعها يروح. هحط التوابل ملح فلفل وكمون بهارات سبعة، خلطه فراخ، توم بودره، بصل بودره وبابريكا. وبعد كده احطها على نار هاديه. خلاص مش هتصفي ميتها لان هي خدت الصدمه الاولى، واوطي عليها. طبق احط كوبايه لبن عليها سمنه. انا كنت عامله ميكس ما بين السمنه والزبده. الزبده بتخلي الرقاق طعمه حلو جدا. افضل احط ما بين الورقه والتانية كده بالمعلقه. انا كنت بحط من الورقه والتانية معلقتين. انا كنت عامله ورقه جلاش واحده، فيعني الكميه دي اللي انا كنت عاملاها. بس لو كترت بقى ورق جلاش طبعا تكتروا بقى سمنه ولبن كده يعني. اللحمه المفرومه كانت بردت شويه. حط بقى الجزء التاني بتاع الجلاش. اقطعها كده قبل ما احطها في الفرن عشان اول ما تطلع تبقى اسهل عليا التقطيع بعد ما تستوي. وكمان لما احط لها اللبن والبيكنج باودر يدخل جوه. وبعد ما قطعتها كده احطها بقى في الفرن لمدة 15 دقيقة. اجيب بولة احط فيها كوباية ونص لبن وكيس بيكنج باودر، اقلبهم كويس كده. شربها بقى اللبن والبيكنج باودر وادخلها الفرن تاني لغاية ما تستوي من تحت. بعد اشغل الشواية بقى من فوق. وكده شكلها اول ما طلعت من الفرن الريحه كانت قلب الشقه حرفيا. اول ما طلعت بقى قطعتها التقطعات اللي انا كنت مقطعاها في الاول قبل ما ادخلها الفرن. كانت سهله يعني. المفروض نسيبها تبرد شويه عشان تقرمش كده من بره. انا طبعا ما سبتهاش وكانت طعمها لذيذ جدا. احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.